ما زالت حرب الطرق بشوارع مدينة طنجة تحصد العديد من الضحايا بسبب انعدام احترام قانون السير عند بعض السائقين المتهورين، والذين يشكلون خطرا داخل المدار الحضري، حيث أصيب أزيد من 20 مستخدما بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت يوم الجمعة بين حافلتين لنقل العمال تابعتين لإحدى الشركات المحلية بالمدينة. وعلم مصدر لنا أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين الحافلتين اللتين كانتا تسيران على مستوى حي خندق الورد بمقاطعة ابن مكادة، فيما تعود أسباب الحادث إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارة نقل العمال، والتي حالت دون تحكم سائقها في زمام المركوب، مما أدى إلى اصطدام قوي بين العربتين، فندعو الشفاء لكل المصابين.